يلا بينا. اول واحده بقى تقول لنا انا بحب واحد وهو مرتبط بيا ومفيش حد خالص يعرف علاقتنا. هو اللي عايز كده. ولما اقول له ليه يقول لي انا بحب الحاجات دي تبقى سر. اوكي. ده شغال في CIA. صح. ولما سالته هو لما ماما ولا اي حد من اهلي يعرف بعلاقتنا هتكلمه؟ يقول لي لا طبعا. اتكلم بصفتي ايه؟ طبعا. قلت له طب انت امتى هتيجي تتقدم؟ يقول لي لما اخلص اخواتي البنات كلهم. طيب وبعدين قال لي هشوف الظروف دي، حاجه انا ما اقدرش احددها دلوقتي. بعدين سكت وقال لي انا عمري ما وعدتك، انا عمري ما وعدتك بحاجه. انا بس عرفتك مشاعري. ممكن اقول انا الجمله دي معلش؟ يعني هو قال لها لو في حد جه اتقدم لك فانا فرحتي واهلك موافقين عليه؟ فانا فرحتي هتكون من فرحتك. الولد ده جديد على فكره وكرييتيف. يعني ده اخد الموضوع في حته تانية خالص. وهقول لك ربنا يتمم على خير يا حبيبي. ده حنين قوي قوي. المشكله بقى ايه؟ المشكله الحته اللي جايه بقى بتقول لك وانا بعد الكلام ده مش عارفه اكمل معاه ومش عارفه اعمل ايه ولا اقول له ايه. ولا انا ولا انت عارفين. يعني هو الموضوع ده ملوش رد بجد. يعني انا مش فاهم هي بتسالنا ليه. بصي انا عايزه اقول حاجه. انت عارفه اكتر درجات قول ما تقلقيش. ما هو برضه يعني مش مديني فرصه ادافع عن ندالة. حلوه دي. تمشي. لا تعدي دي تعدي مفيش مشكله. صباح اكتر درجات الندالة. صح كده. عارفه اكتر درجات الندالة مفيش اكتر من كده يا بنتي. بس هقول لك على حاجه بقى والله. انا مش هدافع عنه خالص. هي شافت ايه منه خلتها ان هي تصدق او تتعشم ان انا ايه اكيد هيبقى في بينا حاجه. اكيد قال لها انا بحبك. انا ما اتمناش واحده غيرك. انتي كل حاجه، انتي امل وانتي عمر، انتي بابا، انتي ماما، انتي جدو سمير. وبعدين حته اللي هو انا عايز الموضوع ده يبقى في السر. هل هو خايف من الحسد مثلا؟ داري على شمعتك كتير مثلا فهو خايف عليا من الحسد. فانا مش عايز اعرفك بالناس. ما دي مشكله. صح. دي مشكله. دي بدايه اصلا ان مفيش حاجه جد طبعا في الموضوع ده. طبعا. الا لو هو مثلا يعني في مكان ما ينفعش حد يعرف عنه حاجه.